اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لسه مكملين في شهر رمضان الكريم، كل سنة وانتم طيبين. رحت لقيت حماتي ما شاء الله جايبة سمك بقى بولتي كده طازة وفريش كده، وسمك تونة، ولقيتها بتعمل في الخلطة. أول ما شافتني طبعا خلاص كله بيرفع ايديه لفوق. انا بستلم المطبخ وبدخل، كملت على اللي كانت بتعمله، بس طبعا عملت بقى التحابيش كده والتكات والحركات بتوعي. جبت الخلطة، هي كانت حاطة كزبرة خضراء وكزبرة ناشفة وملح وفلفل وكمون وفلفل اخضر. فانا كملت بقى كده وزودت كده التحابيش بتاعتي وشطة حمرا بقى، وزودت الكمون لان السمك كمون وليمون. مسكته كده السمك، غسلته وشطفته، وبدأت بقى حطيت التمليحة بتاعته كده وزودتها كده خل عشان تشرب كده من التخليل بتاعت السمك بالمنظر ده كده. وبدأت بقى اللي انا احشي السمك كده من جوه ومن بره، بدور كده اشوف كده في سمكية هربانة مني كده لسه ما اتخللتش. طبعا البرد مبهدلني يا جماعة، والله انا بعد ما اكلت السمك ده زاد عليا البرد اكتر كمان. ومسكت بقى السمك التونة كده، كان بصوا انا هعمله بصينية سنجاري، كانت تحفة بجد. يعني احنا كلنا زعلانة انت يا ستي جايبه لنا اتنين بس، ما كترتيش ليه؟ مسكت بقية التتبيلة بقى حطيتها عليها كده عشان كله بقى يشرب من التتبيلة ويبقى سمك كده طعمه حلو كله مملح. كان في بقى طبعا هي كانت جايبة خضار، خدت الخضار كده غسلته كده ونقعته كده، وبدأت ان انا اجهزه عشان هستعمله في الاكل بتاعي النهاردة. دي كانت كده التشكيلة من الخضرة: كزبرة على بقدونس على شبت. مسكتها كده وبدأت ان انا اجهزها واقطعها بالشكل ده. اكلة سمك يبقى يعني بصوا عايزة تحابيش جنبها. طبعا هنا كنت بخلي البتنجان، ممكن تعملي مسقعة، ممكن تعملي بابا غنوج، اي اكل انت بتحبيها كده، مقبلات ومخللات كده جنبها. بدأت هنا بقى اللي انا اعمل التتبيلة بتاعه البتنجان المخلل. خدت لي كده معلقة كده من تتبيلة السمك بالشكل ده كده. انا لسه هقشر توم بقى وهعمل تتبيله، لا انجزت نفسي كده وحطيت حبه من التتبيله اللي احنا كنا عاملينها للسمك وعليها شويه شطيطه وخل زي ما انتوا كده شفتوا، وهبدا اخلله. هنا طبعا كنت بجهز بقيه الخضار، خرطت الخضره وخرطت طبعا هنا كده زي ما حضرتكم كده شايفين طماطم وفلفل، وهبشر كمان جزر. طبعا عايزه اشكر روتانا حبيبه قلبي، طول ما هي هناك ما بشيلش هم التصوير. وطبعا الموبايل بتاعي كان وقع واتكسر، فما بصدق ان حد يمسك الموبايل ويصورني، احسن ما اثبته على حاجه بيقع، وبخاف يقع في الميه فبقلق بصراحه، فكده احسن. طبعا بشكر روتانا من كل قلبي، حبيبه قلبي روتي طبعا. بدأت هنا ابشر الجزر بالشكل ده كده، وجبت صينيه كده عشان نعمل احلى صينيه سنجاري بالسمك التونه ده. مسكت كده بصلتين وقطعتهم كده طرنشات او جوليان بالشكل ده كده، كانت بجد جميله جدا، هتشوفوها كانت رهيبه. وعندي هنا طبعا الجزر اللي انا بشرته، حطيت كده كام معلقه كده من الجزر والخضار اللي انا قطعته اللي هو الطماطم والفلفل. وحطيت بقى التتبيله دي كده عصره ليمون، وحطيت ملح وفلفل وكمون وكزبره، ملح وفلفل وكمون وكزبره وشطه كمان وعصره ليمون بالشكل ده، وهبدا كده اقلبهم. كانت صينيه يا خراشي، ريحه وطعم وشكل وكل حاجه. يعني انا اول ما شفتها كده طالعه من الفرن قلت لهم بس قعدوني كده على جنب وادوني الصينيه دي وملكوش دعوه بيا ولا بيها. بالشكل ده كده حشيت السمك كده بالخضار اللي انا كنت عاملاه، اللي انا مجهزاه ومقطعاه كده بالتتبيله الحلوه الخطيره الرهيبه دي، وعليها كمان بقى شويه بقى خضره كده، يا لهوي، ودت السمك دوت في حته تانية. وكمان بشر جزر وشويه زيت كده صغننين، وهحط كمان طرنشات من الليمون. بجد كانت رهيبة 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 رهيبة، كان طعمها حلو جدا، وتملحتها كانت حلوة، وريحتها بصوا ما فيهاش غلطة بالشكل ده. وهبدأ احطها في الفرن على طول بالشكل ده كده. جبت بقى حلة فاضية، ومعايا كده بصلتين كده مقلوظين كده حلوين، هبدأ اقطعهم بالشكل ده كده عشان نعمل رز السمك او رز الصيادية. رز السمك ورز الصيادية هو بصل
وملح وكمون. بس انا هنا بقى قلت ايه، لا انا لازم تعالوا اقول لكم بقى التحبيشه اللي انا حطيتها ايه. حطيت هنا كده البصل وعليه كده زيت، وحطيت كده شويه ملح كده بيساعد على تحمير البصل بالشكل ده كده، وهسيبه بقى يتحمر مع بال اما اتبل السمك ابدره. جبت هنا صينيه وحطيت عليها كيس طبعا عشان خاطر الدقيق ما يلزقش فيها وتبقى صعبه عليا في الغسيل. الحركه دي حلوه جدا وبتريحك كمان في تنظيف الصينيه بعدها او الطبق اللي انت هتستعمليه. جبت السمك كده وغلفته كده بالدقيق كده وبدرته كده بالشكل ده كده، وهسيبه كده مثلا بتاع حوالي كده ربعايه كده ولا نصايه مع عقبال ما اجي اقليه. بيشرب من الدقيق كده، والدقيق ما بينزلش في الزيت ويحروق منك بالشكل ده كده. طريقة سهلة وبسيطة، وفعلا الأكل والله ما خد مني أي وقت خالص. أنا بخش المطبخ كله يرفع ايده لفوق. شوفي بقى هتعملي ايه بقى، يلا، وخصوصا لو انا هصور يعني. البصلايه هنا كانت عندي هنا احمرت، حطيت بقى بقيه الخضار الموجود معايا اللي هو بقيه السمك، الخضار اللي انا حطاه على السمك اللي هو عباره عن بقى ايه، جزر وفلفل وطماطم، وحطيت كمون واحط ملح، وهضيف كمان كزبرة تقريبا، او هستكفى بس بالكمون والملح بس، مش هضيف اي حاجة تاني. واللي انا حطيتها دي نص معلقة قرفة. والله جربوها تعجبكم جدا، بتدي ريحة ولون للرز حلوة جدا. انا هنا كمان مرضتش اكتر لاني عند اهل جوزي ما بيحبوش القرفة يعني في الحاجة او البهارات او التوابل، بيستكفوا بس بالملح والفلفل. فانا خفت بصراحة ايه الطعم يتغير او حاجة. هبدأ هنا بقى في تخليل البتنجان، الخلطة اللي انا كنت عاملاها اللي هي شوية من تتبيلة السمك خدتهم كده في الخباسة وحطيت عليهم هريسة من الشطة اللي هي الشتيتة وخل بس كده بالشكل ده. والله كانت تخليلته حلوة جدا. ولما كمان يعني ما جينا على الأكل وكان ناجد تفتحيه من جوه اللي هو اللون البنفسج كده اللي هو الحلو بتاع البتنجان المخلل ده. الخل فعلا اللي بيديله اللون ده يا جماعة. والله انا هنا ما حطيتش ليمون كمان يعني على التمليحة، ما حطيتش ليمون، استكفيت بس بالخل بالشكل ده كده. بقيت افتح بتنجانية كده، بتفتحيها حبة صغيرين كده وانتي بتقليها بتفضل قلبها طري بصوا وابيض وزي الفل. كان طعمها حلو. طبعا روتانا لازم تحط ايديها والتاتش بتاعها حبيبة قلبي. تصور وتحطي وتتكلم بقى يعني انت بتعملي هنا ايه يا روما، انت مش عارفه ايه. بصوا بقيت بقى الخلطه كده حطيت عليها خل وحطيتها كده من عليها، يا خراشي يا خراشي يا خراشي. عندي السلطة بقى هتبلها بملح وشطة وخل وربع كوباية مية، بتبقى حلوة جدا. ما بحبش اضيف للسلطة اي حاجة، انا حطيت هنا الشطة والملح وحطيت المية وحطيت الخل واديها تقليبة، بتبقى عاملة زي سلطة الحاتي، سلطة المطاعم. احلى سلطة تقدري تاكليها، طعمها حلو جدا. وتبقى كمان فيها كده بصوا شايفين شوية المية دول، بتبقى حلوة جدا. هحطها في التلاجة طبعا لغاية اما نيجي بقى ساعة الاكل وكده واغرفها. عندي هنا البسبوسة. ايه ده انت مش لسه عاملة بسبوسة؟ والله مطلوبة مني يا جماعة، والله مطلوبة مني بالاسم. خدت كده هنا كيس بسبوسة كده من عند العطار، جايبه نص كيلو بسبوسه كده سايب، وحطيت معلقه بيكنج باودر ومعلقه فانيليا ونص كوبايه بقى من جوز الهند، نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من العسل الشربات اللي انا هسقي بيه الكنافه واللي هو بتاع الكنافه يعني بتاع الشربات اللي هو بتاع الحلويات، وكوبايه لبن. وقلبي ما تعجنيش البسبوسه بتتقلب. شايفين الطريقة؟ بقلبها كده بشربها من التشريبة دي بس. يبقى انا حطيت ايه، نص كوباية جوز الهند، نص كوباية شربات اللي هو اللي هسقي بيه، ونص كوباية سكر، ونص كوباية اللهم صل على سيدنا محمد سمنة، وحطيت كوباية كبيرة من اللبن. ودهنت الصينية كويس جدا بالسمنة بالشكل ده، وهبدأ افردها يا دوبك بس ببل ايديا تحت الحنفية وافردها بيها. بص بتتفرد معايا بكل سهولة. طريقة سهلة وسريعة وبسيطة، واحلى طريقة بسبوسة تقدري تعمليها طبعا بعد فشل كتير جدا من عمايل البسبوسة. وزينتها هنا كده بالبندق او باي مكسرات عايزاها سادة براحتك، وتحطيها في الفرن عادي على الرف الوسطاني. عندي هنا بقى حته كنافه لقيتها كده في الفريزر. طب انت هنا
هنا موجودة بتعملي ايه؟ دي انت حتة صغيرة جدا. طب تعالي بقى هعمل بيكي بقى صينية كنافة كده. بصوا استفردت بيها انا واخت جوزي اللي هي هدى، طبعا اختي وحبيبتي ربنا يخليها لي يا رب. استفردنا بيها يعني. بصوا صينية قلت لها بس في الخباثة ما تقوليش لحد، احنا عندنا طبعا غيلان حلويات، ربنا يبارك فيهم ويخليهم لنا يا رب ولادنا جميعا. آه، حطيت طبعا سمنة على حتة الكنافة الصغيرة دي، وجبت صينية صغيرة كده وقلت لها اعملها لك بقى بالبلح. هي بتحب الكنافة بالبلح جدا وفردتها طبعا، وانا كمان طبعا مش هي لوحدها. فردت كده البلح طري كده، شلت منه البذر وبدأت ان انا افردها كده، وحطيت بقى طبقة البلح على الكنافة بعد ما ضغطت عليها كويس جدا. بس صينية اساسا هي قطعتين، الصينية قطعتين يا دوبك على قد انا وهي بالشكل ده. وبدأت احط الطبقة اللي فوقيها، بس مش مكملة، بس والله هتشوفوها في منتهى الجمال. وكان طعمها حلو جدا كده وبالسمنة البلدي اوعي. ويجي البسبوسة بقى، يا لهوي على حلاوتها. بصوا الكنافة، يا خراشي يا خراشي يا خراشي. قسمتها انا وهي بالنص، هي حتة وانا حتة، وعاطف ما خدش اي حاجه خالص. بصوا شايفين بقى، وسقيتها كده بالشربات اول ما طلعت. طبعا الشربات ده انا عاملاه لطول شهر رمضان، ما شاء الله ماليه جيركن. حوالي عامله حوالي 5 كيلو من السكر من العسل، لان مش كل يوم بنعمل حلويات، مش كل يوم هفضل اعمل الشربات. طريقه الشربات للصينيه حلوه جدا وسهله جدا. بتجيبي كوبايه ونص من السكر على كوبايه ميه على نص ليمونه، اول ما يغلوا معاكي وطي عليهم، هتاخدي احلى شربات عامل زي شربات العسل النحل بالظبط. هنا بدأت ان انا اغرف. بصوا الرز بقى ولونه وحلاوته كان مفلفل بقى، يا خراش على الرز، ايه ده إيه الجمال ده. واكلتي النهارده طبعا سهله وبسيطه، ما خدتش مني وقت، والله ما خدت مني وقت. يعني انا جايه بدات في الاكل على بعد العصر، كان الاكل ده كله بالحلويات وبالسلطات وكل حاجه كانت خلصانه ما شاء الله عليا. ما كانش في حد من سلايفي هناك طبعا موجودين، هي اختي جوزي بس كانت برضو بتساعدني ربنا يخليها لي. وحماتي كانت طبعا كانت منضفه السمك. ودي كانت اكلتي. بصوا السمك بقى، وبصوا الرز بقى والتحابيش بقى والبتنجان المخلل والسلطه وصينيه السمك دي. يا خراشي صينيه السمك دي، ارجع 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 تاني بالكاميرا على صينيه السمك، كانت رهيبه بجد، كانت رهيبه وكانت حلوه جدا جدا جدا. شكرا على متابعتكم لمطبخ رباب فتحي، يا رب يكون اكلاتي سهله وخفيفه وانا اكون خفيفه على قلبكم. وكل سنة وانتم طيبين. لايك وشير وسبسكرايب لأحلى متابعين في الدنيا، بحبكم كتير قوي.